متهيألي بقى بعد ما ضفت الزبادي على الكبدة عمري ما هغير الطريقة دي تاني أبدا. يلا نسمي بالله ونبتدي على طول. أول حاجة معايا كيلو إلا ربع من الكبدة، والكبدة بتاعتي مقطعاها شرايح رفيعة. ضفت عليهم كوبايتين من الزبادي بما يعادل 5 معالق كبار. ضفت عليهم معلقة كبيرة من عصير الليمون، وأضيف كمان عليهم معلقة كبيرة من الخل. هظبط الملح بقى براحتي، وضفت هنا معلقتين صغيرين. هضيف كمان رشة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البصل البودر، متقلقيش خالص هيدي طعم تحفة. هضيف كمان معلقة صغيرة من التوم البودر، معلقة صغيرة من البابريكا، ونحط كمان كمون وكزبرة، معلقة من كل حاجة. وبعد كده هقلبهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده. دي كل التتبيلة بتاعتي. ولو لسه مكملة الفيديو معايا أمانة عليكم تدعمونا بلايك ودعوة حلوة من قلبكم، والله دعواتكم بتفرح قلبي جدا وببقى سعيدة وانا برد على كل التعليقات تعليق تعليق. خلاص كده هغطيها واسيبها بقى في التلاجة 10 دقايق ربع ساعة، مش اكتر من كده. وفي الوقت ده بقى هحضر الكفر اللي هنغطي بيه الكبدة.